في يوم من أيام الصيف، ست عندها 3 بنات صغيرين دخلت مع راجل غريب على واحد من فروع وول مارت، وهي مطمنة إنه راجل طيب، ومش واخدة بالها إن الراجل ده كان حاطط حبل في عربية التسوق بتاعتها من غير ما تشوفه. الراجل ده طلع من السجن قبل اليوم ده ب21 يوم بس، وبنتها الكبيرة اللي عندها 8 سنين اسمها شريش بريوينكل بقيلها على آخر دقايق في حياتها. الساعة 10:44 بالليل، يوم 21 يونيو سنة 2013، مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا. الباركينج بتاع وول مارت شبه فاضي. لمبات الإعلانات الكبيرة بتنور الأسفلت بضوء أبيض بارد، والهواء الرطب اللي بيجي من ناحية المحيط بيلف على العربيات المتفرقة. الأبواب الأوتوماتيكية بتاعت المحل بتفتح وتقفل لما يعدي حد، وصوتها الخفيف ده هو الصوت الوحيد اللي مالي المكان في الساعة دي من الليل. في الثواني دي بالظبط، عربية فان أبيض بتطلع بهدوء من الباركينج. ورا الزجاج الأمامي شكل بنت صغيرة، ضفايرها مربوطة بشريط وردي، قاعدة في الكرسي وعينها على الراجل اللي ماسك الدركسيون. الراجل ده اسمه دونالد جيمس سميث، عنده 56 سنة، طالع لسه من السجن من 21 يوم بعد قضية حاول فيها يخدع بنت تانية وهو متنكر في صورة موظف رعاية أطفال. نفس الأسلوب، نفس الخدعة، نفس النية. والفان الأبيض ده بيلف على الشارع الرئيسي ويختفي في ضلمة الليل. الكاميرات اللي مغطية كل شبر جوه المحل وبره بتسجل كل لحظة في المشهد ده، من غير ما حد جوه يلاحظ ومن غير ما حد بره يفهم اللي بيحصل. جوه المحل الأم اسمها رين بيريوينكل، عندها 45 سنة، لسه ماشية بين الرفوف وبتدفع عربة التسوق وهي ماسكة إيد بنتها الوسطانية وعربة السترولر بتاعت الصغيرة، مفكرة إن شريش راحت تاكل تشيز برجر مع الراجل الطيب وإنها هترجع بعد دقايق. مش عارفة إن البنت لسه طلعت من المحل خالص، مش عارفة إن الفان الأبيض ده مش راجع، ومش عارفة إن الصورة دي، صورتها وهي ماسكة عربية التسوق دي، هي آخر صورة ليها قبل ما حياتها كلها تتقلب رأساً على عقب. الكاميرات بتسجل والثواني بتعدي، وحياة بنت عندها 8 سنين بتنتهي بعيد عن عين أمها بدقايق معدودة. نرجع بالزمن لورا شوية لنفس اليوم ده، 21 يونيو سنة 2013، الصبح بدري. رين بيريوينكل كانت ماشية في محل دولار جنرال في جاكسونفيل، ماسكة إيد بنتها الكبيرة شريش، عندها 8 سنين، وجنبها بنتها التانية ديستيني، عندها 5 سنين، والصغيرة نافيا قاعدة في عربية السترولر. بترعى 3 بنات وحدها، تعبانة، ماشية تدور على هدوم رخيصة لأطفالها. في وسط الزحمة اتقدم منها راجل غريب، طويل القامة، شعره أبيض، وش هادي وكلام لطيف، اسمه دونالد جيمس سميث. اتكلم معاها بأدب وعرض إنه يوصلها بعربيته لمحل وول مارت عشان تلاقي هدوم أرخص للبنات، وقال لها إن مراته هتقابلهم هناك وإن العيلة كلها هتساعدها. رين في الأول قالت كلمة واحدة بس: أنا مش بركب مع غرباء. بس الراجل قرر إن مراته جاية وإن الموضوع كله مساعدة وخلاص. اللي ما كانتش رين تعرفه ساعتها إن الراجل اللي بيكلمها ده ورا ظهره 20 قضية قبض، 9 منهم تخص جرائم في حق أطفال ممتدين على 3 عقود. واللي ما كانتش تعرفه كمان إن الراجل ده طالع من السجن من 21 يوم بس. آخر قضية اتسجن فيها كانت إنه اتنكر في صورة موظف رعاية أطفال عشان يقرب من بنت صغيرة
ويعزلها عن أهلها. نفس الفكرة، نفس الخطوة، ولسه ماشي في الشارع. رين في الآخر وافقت. ركبت هي وبناتها التلاتة في الفان الأبيض وراحوا وولمارت. وصلوا المحل ومراته طبعا ما كانتش هناك ولا كانت هتيجي أصلا. الراجل قعد يلف معاهم بين الرفوف، يساعد في عربية التسوق، يبتسم للبنات، يقول كلام لطيف، يمثل دور صديق العيلة بكل هدوء. والساعة بتعدي. حوالي الساعة 10:38 بالليل وقفهم وقال جملة بسيطة: هاخدها عند ماكدونالدز ناكل تشيز برجر. شريش كانت جعانة، ومحل ماكدونالدز اللي جوه وولمارت نفسه على خطوات. رين بصت لبنتها وبصت للراجل وقالت طيب. سابته معاه. اتفرقوا في الممر. هي راحت تكمل تتفرج على الهدوم مع البنتين الصغيرتين، وهو مشي بشريش الناحية التانية. الكاميرات سجلت كل حاجة. سجلت شارش وهي ماشية جنبه ماسكة إيده الصغيرة. سجلتها وهي بتبص على شباك ماكدونالدز المقفول والإضاءة مطفية والكاونتر فاضي. وسجلتها وهي بتلف معاه على الباب الرئيسي وبتطلع بره المحل. وسجلت كمان لقطة تانية في لحظة من اللحظات وهو واقف جنب عربية التسوق بتاعة رين، مد إيده وحط جواها لفة حبل. حبل كانت رين هتدفع تمنه على الكاشير من غير ما تعرف هو جاي منين ولا ليه. حبل ما كانش موجود هناك بالصدفة، وما كانش من عشوائية اللحظة. ده كان جزء من خطة محسوبة مدبرة من ساعة ما الراجل ده شافها لأول مرة في دولار جنرال. رين فضلت بتلف في الممرات مع ديستيني ونافيا، بتختار هدوم، بتقلب في الأسعار، وفاكرة إن شريش قاعدة مع الراجل قدام كاونتر ماكدونالدز بتاكل تشيز برجر وتستناها. الدقايق بتعدي والساعة قربت تبقى 11 بالليل. ابتدت تحس إن الموضوع طول أكتر من اللازم. لفت بعربية التسوق ناحية ماكدونالدز اللي جوه المحل عشان تجيبهم. لقت المحل مقفول، مفيش حد جواه، مفيش شريش، ومفيش الراجل اللي اسمه دونالد. ابتدت تنادي، مشيت في الممرات، سألت العمال، سألت ناس واقفين عند الكاشير، ولا حد شاف بنت صغيرة بشعر بني وفستان وردي ماشية مع راجل في الستينات. الساعة 11:16 بالليل، رين مسكت تليفونها واتصلت بالطوارئ. البوليس وصل المحل في دقايق قليلة، وابتدت التحقيقات على الفور. وصل وولمارت بسرعة. قعدوا يراجعوا كاميرات المراقبة جوه المحل. لقوا الراجل وهو ماسك إيد شريش، ولقوه وهو بيدخلها في الفان الأبيض في الباركينج. اللقطة الأخيرة اللي ظهرت فيها شريش حي على كاميرا كانت الساعة 10:44، وهي بتطلع من الباب الرئيسي ماشية جنب الراجل. وبعدها الفان طلع من الباركينج واختفى. طول الليلة المحققين قعدوا قدام شاشة الكمبيوتر، كبروا في وش الراجل من الكاميرا، وقعدوا يقارنوا الصورة بقاعدة بيانات صور المتهمين في جاكسونفيل. الراجل ده ما كانش غريب على البوليس. في خلال ساعات طلع اسمه دونالد جيمس سميث. رين اتعرضت عليه صورته، أكدت إنه هو نفس الراجل اللي قابلها في دولار جنرال ووصلها لوولمارت وأخد بنتها. والمحققين أول ما شافوا تاريخه عرفوا إن الموقف أخطر بكتير مما كانوا فاكرين. تنبيه أمبر، التنبيه اللي بيتنشر في كل البلد عشان حد يدور على طفل مخطوف. 12 الساعة 4:21 الفجر، يعني بعد ما شريش اتخذت بأكتر من 5 ساعات ونص. 5 ساعات الفان كان ماشي فيها في شوارع جاكسونفيل ومحدش يعرف فين. و5 ساعات قعدت أمها مستنية وقلبها بيتقطع.
الفجر طلع والبلاغات ابتدت تيجي. واحد لقى عربية أطفال زرقاء متسابة على شارع اسمه راتجرز على بعد 3 أميال من وولمارت. جنب العربية في كانت الزبالة لقوا حاجات صغيرة كانت تخص شريش، الإشارب الوردي اللي كانت لابساه في شعرها والشبشب البنفسجي اللي كان في رجلها. اتساب كل ده زي ما هو كأنه ولا حاجة، والمحققين وقفوا بيبصوا عارفين إن اللي حصل بعد ما اتشالت الحاجات دي ما كانش حاجة كويسة. الساعة 8:55 الصبح اتصال جديد دخل على الطوارئ. واحد قال إنه شايف فان أبيض واقف ورا الشجر جنب كنيسة اسمها هايلاندز. الوصف ظبط على الفان بتاع دونالد. البوليس انتشر في المنطقة، وبعد دقايق رصدوه على الطريق السريع I-95 عند مخرج فورست ستريت. وقفوه. الراجل كان لوحده في الفان، مفيش شريش. أول حاجة لفتت نظر الضباط كانت بنطلونه. كان مبلول، مش مبلول شوية، لأ، مبلول لحد فوق. هو قال إنه كان بيتعاطى مخدرات، وقال إن البنت نطت من الفان وهو واقف عند إشارة. كلام ولا أي ضابط في المكان صدقه. اتقبض عليه على طول واتاخد للقسم. في غرفة الإجراءات الراجل كان قاعد لوحده، فاكر إن مفيش حد بيسمعه ومفيش كاميرا شغالة. قال جملة بصوت واطي لنفسه، جملة كانت كافية لوحدها تحكي القصة كلها: يا عم، هي عضتني. الجملة دي اتسجلت، الجملة دي بقت دليل، عشان معناها واحد بس: إن شريش قاومت. البنت اللي عمرها 8 سنين اتخضت وخافت وقاومت وعضته، والراجل كان لسه عامل اللي عمله. بعد ما دلوا على الفان جنب كنيسة هايلاندز، كلاب البوليس راحت المنطقة. الكلاب لقت أثر إطارات جديدة بتدخل ناحية ترعة صغيرة ورا الكنيسة. مشيوا ورا الأثر. ولقوها. شيريش بيريوينكل كانت في المية. جسمها كان مغطى نص تغطية ومتحشر تحت شجرة وقعت في الترعة. التشريح بعد كده أكد اللي الكل كان خايف منه: اعتداء جنسي وموت بالخنق. عينات الDNA اللي اتاخدت من جسمها رجعت بنتيجة واحدة، مطابقة كاملة لدونالد جيمس سميث. ولسه القصة ما خلصتش. وهو في السجن مستني المحاكمة، البوليس دخل ضابط متخفي جنبه في الزنزانة. ضابط شكله شكل مسجون عادي. الراجل اتكلم بحرية. حكى للضابط حاجات عن استهدافه للأطفال، وذكر شريش بالاسم ووصف اللي عمله. كل كلمة اتسجلت، كل كلمة بقت دليل ضافي على الأدلة اللي عند النيابة. المحاكمة اتأجلت أكتر من مرة، ولكن في فبراير سنة 2018، يعني بعد القتل بحوالي 5 سنين، دونالد جيمس سميث وقف قدام هيئة محلفين في جاكسونفيل. الادعاء عرض كل حاجة: شريط وولمارت، الحبل في عربية التسوق، الإشارب والشبشب على شارع رودجرز، البنطلون المبلول، جملة هي عضتني، تسجيل السجن، الDNA. الدفاع حاول، بس مفيش حاجة كانت ممكن تتحط في المعادلة دي. هيئة المحلفين دخلت غرفة المداولة، قعدت 19 دقيقة، 19 دقيقة بس، وطلعوا بقرار بالإجماع: مذنب. مذنب في الخطف، ومذنب في الاعتداء، ومذنب في القتل من الدرجة الأولى.
الحكم: الإعدام. دلوقتي دونالد جيمس سميث محبوس في سجن يونيون كوركشنال في بارست، فلوريدا، مستني تنفيذ حكم الإعدام. تاريخه قبل قتل شيريش كان 20 قضية اتقبض عليه فيها، و9 تهم منهم بتخص جرائم على أطفال، ممتدة على مدى 30 سنة. كان لسه طالع من السجن من 21 يوم بس قبل ما يقابل رين، ومن أول يوم طلع فيه كأنه كان بيدور على ضحية. رين بيريوينكل خسرت بنتها، وبعد المحاكمة خسرت بنتها التانيين كمان، ديستني ونافيا، اتشالوا من حضانتها. القصة بتاعتها هي كمان قصة، بس مش هي القصة دلوقتي. القصة دلوقتي قصة بنت صغيرة عمرها 8 سنين، روحت وولمارت مع ماما، طلبت تشيز برجر وما رجعتش. قصة لفة حبل اتحطت في عربية تسوق وفضلت موجودة لحد ما البوليس راجع الشريط. قصة شبشب بنفسجي اتلقى في سلة زبالة على شارع جانبي. قصة ترعة جنب كنيسة. وقصة هيئة محلفين قعدت 19 دقيقة عشان تقول الكلمة اللي لازم تتقال. شيريس بيريوينكل اتمسحت من العالم وهي عندها 8 سنين، بس الشريط والحبل والإشارب الوردي والكلمة اللي قالها لنفسه في غرفة فاكرها فاضية، كل ده فضل موجود، كل ده فضل بيحكي. لو عندك أفكار عن القضية دي أو عايز تناقش الاحتمالات المختلفة ليها، اعمل لايك واكتب لي في الكومنتات، وشارك الفيديو ده مع أي حد بيحب حكايات الجرايم والغموض. وما تنساش تشترك في مسرح الجريمة وتفعل الجرس عشان توصلك كل قصصنا، عشان كل جريمة ليها مسرح، واحنا هنا علشان نرويها.